خطفت جوز صاحبتها وهي بتصلح ما بينهم. بوسي عمرها ما هتلاقي زيك، لان انت اصلا ما فيش زيك. كانت بتكره جوزها، لكن مشهد واحد غير نظرتها ليه. على الريد كاربت هم أجمل ثنائي، لكن ورا الكواليس في بلاوي كتير. سؤال على الهوا خلاهم ينهاروا من العياط، وبتنافس أشهر موديلز في العالم في الموضة والجمال، وكمان بتعرف تجود قرآن. أصل الحكاية مع بسنت شوقي. اتولدت بالقاهرة سنة 1980 ودرست إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية، وهي تبقى بنت لاعب الأهلي السابق شوقي عبد الشافي واختها الفنانة داليا شوقي. وسافرت في 2009 الأرجنتين تشارك في برنامج فير فاكتور اكستريم، وكان شكلها مختلف تماما، واشتغلت على نفسها واخدت ورش في التمثيل في مصر وأمريكا واحترفت الفن. وعن علاقتها بمحمد فراج، اتعرفوا على بعض في لوكيشن تصوير تحت السيطرة، وفي البداية ما كانتش بتحبه ولا طايقاه، لكن بعد ما اتعرفوا أكتر بدأت تغير رأيها فيه، وعاشوا مع بعض قصة حب جميلة لمدة 5 سنين، رغم انها اكبر منه ب3 سنين، قبل ما يعلنوا خطوبتهم في 2019 خلال مهرجان الجونة. وفي 2021 اتجوزوا ودخلوا هما الاتنين الفرح بعجلة على اغنية حاجة غريبة لعبد الحليم حافظ وشادية. وهو الصراحة كنا فاكرين انه مفيش اغرب من كده، بس طلع عندهم اغرب. بعد جوازهم بسنة قرروا انهم يعملوا فرح تاني وسط الاهل والصحاب، وده اللي خلى الناس تستغرب وتقول هم مش اتجوزوا خلاص، امال ايه ده؟ انا مش فاهم بجد والله. امال انا حضرته ده كان ايه يا رجاله؟ معلش يا بسنت، معلش يا راجل، لا انا حضرته ده كان ايه؟ يعني الف مبروك طبعا. اكتر حاجه بسنت بتحبها فيه انه حنين عليها، وكانت فخوره بيه جدا لما الرئيس السيسي كرمه بسبب دوره في فيلم الممر. واكتر حاجه بتزعجه منها ان صوتها بيعلى لما بتتعصب، وهي اعترفت ان اللي على قلبها على لسانها على طول، لكنه اتعلم يتقبل عيوب شريك حياته من كتر حبه فيها وقابلها زي ما هي، ومش بيحب يشوف ماتشات الاهلي معاها عشان بتفضل تنكشه. يا ابني هو الاهلي بيكسب التحكيم معروف. الى خارج الملعب. في ايه يا محمد مالك؟ في ايه يا محمد؟ ايه انت اهلي مين؟ اهلي جده ولا اهلي مين اللي بيكسب اهلي بالتحكيم؟ اهلي بتاعنا اللي في مصر بيكسب بالتحكيم؟ ايوه. انت مجنونه؟ وخلال لقائهم مع الاعلامي انس بوخش انهارت بسنت من العياط، وقالت الناس بتشوف بس الريد كاربت والمظاهر، ما يعرفوش اللي ورا الكواليس. واعترفت انهم عدوا بفتره كان كلها مشاكل وعقد، وان الجواز طلع مش سهل خالص. ولما سالها فراج تقولي لي ايه لو دي اخر مره تشوفيني فيها، وساعتها انهارت بسنت من العياط، مش متخيله انها ممكن تعيش من غيره. شكرا على الحب، شكرا على الايام، شكرا على محاربتك، بحبك. وناس كتير انتقدوها بسبب كلامها بالانجليزي كتير، فردت وقالت انا بعرف اقرا عربي ولساني مش معوج ولا حاجه، لكن الاسهل بالنسبه لي الانجليزي عشان دراستي، ده انا ساعات حتى بحلم بالانجليزي، وكمان بعرف اجود القران. وحسب تصريحاتها انها لو ما كانتش اشتغلت ممثله كانت هتشتغل في مجال الموضه والجمال، ونفسها تشتغل مع منى زكي وهند صبري. واخر اعمالها مسلسل علاقه مشروعه مع الفنان ياسر جلال اللي اتعرض في النص الاول من رمضان، وكانت بتقدم دور دينا اللي بتكون على علاقه مع مراد مكرم اللي بيلعب دور امجد جوز صاحبتها. وكانت هي وفراج من ضحايا رامز جلال السنه دي، ولاحظنا انها طول الوقت كانت ماسكه ايده وبتهديه عشان خايفه عليه، وفضلت الحلقه بتاعتهم ترند لاكتر من يوم. ودي تكون نهايه الحلقه، ما تنساش تتابعنا على فيسبوك عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديده.